صباح الخير، صباح السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. سبحان الله، منظومة فشل وفساد ما بتخلص ما بتخلص بلا خجل للأسف. يعني والغريبة بقى إن تلاقي ناس يا عيني كان عندها أمل قوي في مدرب المنتخب أو رئيس لجنة الحكام لأنهم أجانب. يا جماعة قبل ما تفكروا في إنهم أجانب ولا مش أجانب، فكروا الأول مين اللي تعاقد معاهم، مين اللي جابهم. هو أنتم متخيلين إن فاشل هيجيب زويل؟ مستحيل. ولا فاسد هيروح يتعاقد مع الشيخ الشعراوي؟ مستحيل. الطبيعي إن الفاشل لما يجي يتعاقد مع حد او المنظومه الفاشله، المنظومه الرياضيه ما شاء الله فاشله بامتياز، لما بتيجي بتتعاقد مع اللي شبههم، اللي يمشوه على مزاجهم، كلها سبوبه وكلها ناس بتسترزق وخلاص. ففيتوريا ده اللي كان جمهور النادي الاهلي الحقيقه يعني عرف الاعلام يسخنهم على الخطيب لما ما تعاقدش معاه، وان العبقري اللي في اتحاد الكوره هو اللي عرف يتعاقد معاه. يا جماعه وصدقوه ومشي وراه، قالوا لك اصل ده مدرب مشروع. ايه مدرب ميكروباص يعني؟ ايه مدرب المشروع ده ان شاء الله؟ يعني منتخب مصر يعني ايه مدرب مشروع فيه؟ انا مش فاهمه. المهم تعالوا حضرتك شوف، انا هتكلم في كذا نقطه. فيتوريا قرر يختار ناس او لعيبه، يقول لك اصل انا هجرب كل اللعيبه واجرب كل اللي من الانديه. طيب ايه ده؟ اختار لعيبه من الحقيقه يعني ما عملوش باصه حتى في مع ناديهم، ولعيبه كبيره يقول لك اصل انا بختار الصغيرين. ما اختارش كريم فؤاد، هو ما بيختارش، هو بتروح له ورقه دول اللي هينضموا للمنتخب. ايه سبوب الراجل قرشين بياخدهم وخلاص. حضرتك اختار مين؟ لا كريم فؤاد، لا كريم فؤاد لا، ده انت اخترته وهو ما كانش اساسي في النادي الاهلي. لما بقى اساسي ومهم ومؤثر واعظم تقريبا لعيب في الفتره دي، يعني لعيب مختلف قماشه مختلفه لعيب بامكانيات اسفه، امكانياته عاليه جدا جدا جدا، مش موجوده في الدوري المصري حاليا. تستبعده؟ سبحان الله. مش والله العظيم الواحد ما عارف يقول ايه. حاجه بتقول لك ان لو عندكم امل في ان ده اللي هيرفع من شأن المنتخب، انسوا انسوا. طول ما اللي بيدير الكوره في مصر ناس فاشله، انسوا المنتخب يبقى له تواجد، وانسوا الكوره تختلف، وانسوا ان التحكيم يبقى حاجه تانية. انا مش هطول كتير قوي عشان انا برضو مش عايزه اخد من وقتكم كتير. تخيل حضرتك لما التسريب يطلع من مباراه النادي الاهلي ننقل بقى على التحكيم. خلاص انا ما عنديش امل في الكره المصريه ولا في المدرب، لا فيتوريا ولا مش فيتوريا ولا غيره، ولا عندي امل طول ما اللي بيدير المنظومه الرياضيه مجموعه فشله بيسلموها لبعض. لان افساد الكره المصريه وافشال الكره المصريه مخطط، تحس انه بيتم بعنايه فائقه، وللاسف على ايد ناس المفروض يكونوا خايفين على الرياضه المصريه، لكن المصلحه اهم. الشمس ضربه، انا اسفه جدا يا جماعه، معلش مش ذنبي والله، انا اسفه جدا. انا هحاول ابعد على قد ما اقدر عنها يعني. حضرتك تعالى بقى نتكلم على التسريب اللي حصل، او مش تسريب، اللي قال اللي طلع يعني ان تم احتساب تسلل على اللاعب اللي لابس احمر. ده الداخليه، يعني الداخليه لابس احمر، مش الاهلي لابس ازرق. بس احنا عايزين نلغي. نلغي ازاي؟ الله، ده اللي لابس احمر. طيب ما ده الاهلي، وانت لما قلت للحكم الكلام ده، طب الحكم مش شايف مين اللي لابس احمر ومين لابس ازرق؟ وانتوا قاعدين مش شايفين ان الاهلي مش لابس احمر لابس ازرق؟ بتلغي جول. لا، ما هو الجول ده بلغي ليه؟ لان كريم فؤاد هيبقى هاتريك. كريم فؤاد واضح جدا انه هيبقى مختلف السنه دي. القصه مش كريم فؤاد يا جماعه، والله اي حد هيتفوق او هيتميز او هيبقى ناجح في النادي الاهلي ده اللي هيتم معاه. كريم فؤاد مش كريم فؤاد، هي مش فارقه كتير، الحرب على الاهلي وخلاص.
مين بقى ايه ازاي والاهلي يكسب 5 والاهلي يبقى شكله حلو؟ لا 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 لا, لا. لازم الاهلي يقف لحد كده، وكريم ما يبقاش هاتريك. انتوا عايزين تفرحوا وجمهور الاهلي يفرح؟ لا لا، امال المخطط كده هيبوظ. فحضرتك الغلطه دي مش الغلطه، الجريمه دي المقصوده دي محتاجه، ده المفروض كلهم يتوقفوا، سواء عمرو الشناوي ولا المجموعه اللي معاه ولا حكم المباراه. انتوا انا مش عارفه والله العظيم، يعني يا امين يا عمر، يعني امين مش امين خالص. على بقى هات بقى رابطه انديه تكمل بقى، ما هو رابطه الانديه دي جايه عشان تكمل العك اللي بيحصل، دي مش جايه علشان تطوير الكوره ولا الكلام الفارغ ده. اول ما عملوا ان اختيار اللاعب او اللاعب الاسبوع عن طريق التصويت الجماهيري وخدها ديانج، انا كتبت هيتم الغائها الاسبوع اللي جاي بالكتير، لان هما ده بيبين قوه جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا. فالجمهور بيختار لعيبه النادي الاهلي، حمدي فتحي مره، ديانج مره، لان هما فعلا الابرز. لا، فراح عملوا ايه بقى؟ ما اختاروش الاسبوع ده خالص، ما اختاروهوش. لا قالوا بقى هنغير، مع ان هم قالوا ان ده زي لائحه كده ان هيتم الاختيار بالشكل ده. لغوها من غير حتى ما يحترموا الجمهور ويحترموا الناس ويقولوا لغوها ليه؟ انت رابطه انديه، انت بتدير الكره لصالح الجمهور، انت ما قلتش انت لغيتها ليه او ما انت ما عملتهاش، وقررت انك انت اكيد بتدوروا على حاجه تاني تعملوها. المؤمن يبقى الاختيار عن طريقكم انتوا، وتدوها طبعا على مزاجكم، تدوها الاسبوع للزمالك، اسبوع للبيراميدز، اسبوع للزمالك، اسبوع للبيراميدز، يطلع فيوتشر مره تاخدوا لاعب من عنده. انما المهم ما تروحش للجمهور ويبان قوه جمهور النادي الاهلي وعظمه جمهور النادي الاهلي، ويبان قد ايه فرق بين جماهيريه الاهلي والاخرين. بقول لكم فشل وفساد ما بعده فشل وما بعده فساد. منظومه رياضيه فعلا هي الاسوأ والافسد والافشل. جت اتحادات كرة كتيرة مرت علينا فاشلة وافسدت الكرة المصرية، بس تحس ان كان برضو عندهم شوية كده ايه، يعني برضو بيعملوا حساب شوية للجماهير، بيعملوا حساب شوية للغضب. لا 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 خالص. دلوقتي ما شاء الله الاعلام، لا الاعلام الرياضي اعلام بقى عبارة عن فقرات ردح وسب واهانة وحاجة ما يعلم بالله، لا بقى اعلام رياضي عدل ولا منظومة رياضية في الملعب عدلة. بجد بجد للأسف احنا بنعيش في وقت هو يعني الافسد كرويا تماما، واعلام ما يعلم بالله ربنا. فيا جماعة ان كنتم منتظرين خير من المنظومة الرياضية دي، اقول لكم ارجوكم بلاش تفاؤل. ان كنتم منتظرين خير يجي لكم التحكيم، بلاش تفاؤل. ان كنتم منتظرين من فيتوريا والمنتخب، اقول لكم ارجوكم طول ما الناس دي اللي بتدير الرياضة في مصر هم انسوا تماما يحصل اي تحسن او اي تغيير او حد هياخد حقه. للاسف احنا بنواجه عصابة بتدير الكرة المصرية للاسف الشديد جدا. الحقيقة في كل ده مش بس كرة القدم، لا ده هتروح للباسكت هتلاقي، هتروح للطايرة هتلاقي، هتروح للهاندبول هتلاقي نفس الكلام. بس انا عايز اقول لكم حاجة، هيفضل الاهلي فوق الجميع، واحنا الاهلي انتوا مين؟